بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. العج بسرعة يا ولاد ورمضان خلص. كل سنة وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان العام القادم يا رب ونحن في أحسن حال. بصوا بقى النهاردة أنا هعمل معاكم السابليه، أسهل وأسرع طريقة للسابليه، طريقة أنا ما بغيرهاش، معتمداها بقالي سنين. أنا معايا 250 جرام سكر بودرة، 500 جرام زبدة لينة طالعة من قبلها بليلة من التلاجة، ومعايا 750 جرام دقيق. 1 2 3. معادلة سهلة احفظيها، هتعرفي تعملي شغلك صح وحاجتك صح. وطبعا مفيش احسن منكم ان انتوا تعملوا كل حاجة كويسة. احط كله على بعضه في العجان او كله على بعضه في اي طبق عندك، وابدأي اشتغلي بايدك عادي. هو مش بتاخد ضرب ولا حاجة، بس يعني مجرد ان العجان اسهل ليا. حطيت كله على بعضه، وزي ما انتوا شايفين العجينه ما شاء الله لفت في الاول، لفت على بعضها وبعد كده اتعجنت في ثانيه. ما بتاخدش وقت في الضرب ما شاء الله، سواء على ايدك او في اللي بتاع. طلعت عجينه طريه ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين كده. اسهل من كده مفيش. العجينه ولا بتاخد بيكنج باودر ولا بتاخد اي ماده رافعه خالص. هي زي ما انا قلت لكم، هي دي المقادير الصح للسابليه. بعد كده بقى معايا ده مفرش سيليكون، طبعا فردته، اخدت جزء من العجينه بدات افرد عليه، وكان عندي مفرش تاني مقطوع منه حته، مش مشكله انا هتغاضى عنها. حطيته من فوق وبدات افرد بيه. ما عنديش مفرش سيليكون ما بين كيسين تلاجة او ما بين ورقتين زبده، لازم حاجه تحت وحاجه فوق علشان يبقى سهل ليكي في ان انت تشيلي العجينه بعد ما تشكليها، ما تدوخكيش يعني. دي بقى القطعات اللي موجوده عندي، معايا قلب ومعايا نجوم ومعايا شكل الدبدوب دوتي ومعايا المربعات والدواير، كل حاجة كل الحاجات ديت اللي كانت موجودة عندي. وفي اشكال جديدة طالعة كتيرة الايام ديت للي عاوز يشتري منها ويجيبه يعمل. ما عنديش اي قطعات من ديتي ومش هعرف ان انا اشتري. عندك بكوباية تقدري تعملي بيها الدواير. اي اشكال عندك تقدري انت بقى تقفي في مطبخك كده وتشوفي ايه الاشكال اللي تنفع ان انت تشتغلي بيها. إيه وتبدأي ان انت تعملي سمك العجينة بقى. لازم يكون السمك رفيع، مش رفيع او يعني 3 ملي. تقطعي علشان انت تلزقي اتنين على بعض. لكن لو انت هتعملي واحدة بس، هيبقى السمك 5 ملي 6 ملي، يعني في الحدود ديت. قطعت طبعا شوية اشكال كتيرة زي ما انتوا شفتوها كده، ودخلتها الفرن. درجة الحرارة في الفرن على اعلى درجة حرارة، الصينية بتدخل ما بتاخدش وقت في الفرن. اول ما بتتحمر من تحت ومن فوق خلاص هي كده ما شاء الله خلصت، وهي ما بتغيبش في الفرن. بعد كده بقى معايا دول اللي هم قوالب السابليه. ببدأ بقى اخد حتة عجينة كده حتة بحتة، واحط اسكن في قلب القوالب، واسويها حلو من كل الجوانب. والزيادات بقصها من فوق، عايزه تقصها بالسكينه قصيها، بتشيلها بايدك، انا بشيلها بايدي عادي كده في ثواني. هي سهله يعني مش متعبه ولا حاجه، وفي ثواني وما شاء الله بتطلع جميله وزي الفل. ابدأ بقى اشكل كل الكميه اللي معايا ديت كلها بنفس الطريقه. شكلت عجينتي كلها ودخلتها الفرن، حمرتها زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت ما شاء الله ما شاء الله عليها عجينة سكر سكر سكر. بعد كده بقى جينا للتزيين وللحشوات. اول حاجة الحشوات. ده معايا جناش الشوكولاتة، طبعا هو كان عاوز يقعد شوية كمان في التلاجة لان انا عملته الصبح في نفس الوقت اليوم اللي انا اشتغلت فيه، فما جمدش قوي. ده معايا كوباية ونص شوكولاتة بني، عليها نص فنجان ميه. غليت الميه في قلب الكسرولة، وبعد كده ضفت عليها الشوكولاته. قلبتها حلو لغايه لما فكت، ولو في اي تكتلات رجعت انا على النار دقيقه وشليها. نفس الحكايه عملتها بالشوكولاته بالحليب والشوكولاته البيضاء. اما ده بقى صوص الكراميل او التوفي، طبعا انا عاملاه قبل كده في فيديوهات كتيره، لو انتم عايزين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات وانا اقول لكم الطريقه. ودي شوكولاته مستريحه على حمام ميه او في الميكرويف لمده 30 ثانيه، طلعيها وتقلبيها وترجعي تدخليها تاني. لغايه هي بتاخد دقيقه، لغايه لما تسيح منك خالص البيضه او البني. اختاري بس نوع الشوكولاته يكون كويس عشان هو ده الطعم اللي انت هتاخديه. انواع كتير شوكولاته موجوده في السوق، اختاري منهم النوع اللي انت تحبيه. بعد كده بقى طبعا ضفت في كيس حلواني. انا طبعا حاطه له اللي هي بتاعه البوتفور ديتي، القمع بتاع البوتفور. انت ممكن طبعا تستغنى عنه خالص وتعملي في قمع تاني. ما تعمليش في قمع خالص، يعني تعملي كده في كيس الحلواني او كيس تلاجة، تفتحيه فتحة صغيرة من تحت وتقومي تبداي تشتغلي بيه على طول.
بعد كده طبعا دي القوالب اللي انا عملتها دلوقتي. بدات بقى زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت لها الجناش بتاعها، وكان عندي بندق، بدات اضيف عليها بندق من فوق الوش كده، و... وتزينيها حلو. ولادك اللي هياكلوا لازم تعملوا لهم كل حاجه احلى من اللي انت هتجيبها من بره. اللي بره برضو مش بتباع رخيص ولا حاجه، يعني بتباع غالي، فانت لما هتكلفها هتوفرها اكتر بكتير. ومش موضوع تكلفه، كفايه فرحه ولادنا بالحاجه ديت، وفرحه الحبايب وهم ملمومين حواليكي. طبعا انا ولادي كانوا جنبي بيساعدوني، انا مش بشتغل لوحدي، يعني انا ولادي جنبي بيساعدوني، فكانوا بياخدوا مني الحاجات زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى حطيت شوكولاته بيضه على دوتي، وقمت ضايفه له حطيت قصدي الجناش الابيض، وبعد كده حطيت عليه جوز. وحبيت بقى ان انا ازينه لهم بالشوكولاته، بس ما شاء الله سيحت الشوكولاته من الجنبين، بس بجد كان تحفه. انا دقت واحده والله كان خطير. وده الدواير عملتها زي ما انتوا شايفيني كده، برضه عملتها بنفس الطريقه. عملتها عملتها بالجناش الابيض، وبعد كده جبت الطبقه اللي من فوق اللي هي انا فاتحاها من النص دي، حطيتها في الشوكولاته، وقمت حطاها في الجوز، وقمت حطاها عليها كده. هتلزق ما شاء الله عليها بسرعه، وهتبقى جميله وشكلها حلو جدا. دول بقى القوالب السيليكون اللي انا جايباهم للشوكولاته. انا حطيت فيهم شوكولاته ودخلتهم الفريزر جمدوا بس في ثواني. وبعد كده جبت الشوكولاته الجناش الابيض، وقمت وقمت حاطاه فيها كده في النص، وبعد كده احط بسكوته مربعه انا كنت عاملاها، او سبلهايه يعني مربعه كده. وبعد كده زي حطيت عليها شوكولاته من فوق الوش. هتطلع الوقت هتشوفوها منظرها تحفه خطير. عملت نفس الطريقه البني، وعملت بيه الابيض، وكان بجد كان تحفه التحفه، كان خطير جدا. هو بس عاوز القوالب بتاعته تكون اللي هي كبيره شويه. خلصت بقى كل الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين بقى كده. عملت القلوب، لزقت كل اتنين بالجناش، حطيت كل اتنين مع بعض ولزقتهم بالجناش. و... وبعد كده التزيين بقى دوت اختياري بقى اعملي الشكل اللي يعجبك اعمليه. عايزه تحطي نصها بس في الشوكولاته وتطلعيها زي ما انا عامله هيتي، في اشكال معموله نصها بس في الشوكولاته وطلعت حطيتها في جوز، او حطيتها في بشر بندق. او عملت اللي عملتها كلها في قلب الشوكولاته وحطيت عليها مكسرات، او زينتيها بلون الشوكولاته التانية سواء ابيض او بني، او رشتي جوز او بشر بندق. يعني كل الحاجه عندك مباحه، وكل حاجه سهله، وهتقدري تعملي كل حاجه احسن من اللي انت بتشتريها من بره، وهتعمليها لاولادك بايديك الحلوه دي. رأيكم بقى؟ خليكي دايما شاطرة، واعملي حاجتك في قلب بيتك عشان تاخدي رقم واحد عند ولادك. رأيكم بقى عايزة اسمع رأيكم في التعليقات، وتقولوا لي ان الحاجات اللي انا بعملها عجبتكم ولا لأ. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع الف سلامة، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة.